السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وصفات ربة بيت. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. وصفتنا لنهار اليوم هي لبنيه. جبت لكم وصفة بسيطة لكنها ناجحة، يجيكم الحبات من اول حبة حتى اخر حبة منفوخين، بالرغم من انه هناك عدة وصفات تاع لبنيه، لكن السر في نجاح الوصفة تاع لبنيه هي بعض النصائح البسيطة اللي تخلي اي وصفة تنجح معكم. نبدأ بسم الله على بركة الله بالطريقة والمقادير، ونتمنى انكم تتبعوا معنا الفيديو حتى للاخير هكذا باش ما تعطيو حتى نصيحه نذكرها في هذا الفيديو. اول حاجه راح ندير ملعقه كبيره تاع خميره الخبز الفوريه، نضيف عليها 3 ملاعق كبيره سكر حبيبات. هنايا انا شفتوني درت 2 ملاعق تاع خميره فوريه. انا استعملت الملعقه المعياريه اللي السعه تاعها نصف ملعقه كبيره، تلقاوها مكتوبه نصف ملعقه كبيره، على هذيك استعملت 2 ملاعق هي على بعضهم. ملعقه كبيره خميره الخبز الفوريه، 3 ملاعق كبيره سكر حبيبات، نضيف عليهم كاس حليب دافئ. سعه الكاس هنا 200 ولا 220 مليلتر، يعني اي كاس ماء في الدار تشربوا فيه الماء، يعني تقريبا عندهم نفس السعه. نخلطوا المكونات حتى يعني يذوب معنا حبيبات السكر وتتحل معنا حبيبات الخميره. نزيدو نضيفوا عليهم 3 ملاعق كبيره زيت نباتيه، ونضيفوا حبه بيض تكون بدرجه حراره الغرفه، نجبدوها قبل الوقت اقل حاجه بنصف ساعه. هنا نحرك المكونات حتى يعني هذيك البيضه تتحل مع باقي المكونات، يعني تنسجم مع باقي المكونات بالطريقه هذه. ونبدا نضيف الفرينه بالتدريج. راح نضيف هنايا الكاس الاول تاع الفرينه ونغربلوها. طبعا انا هنا راح نغربلها معكم. مع هذا الكاس نزيد نضيف ملعقه صغيره مملوءه جيدا تاع لافاني، وملعقه صغيره نتاع الملح. يعني اللافاني انا بالنسبه لي مهمه وضروريه في لي هي اللي تفرق بين كي تعود تخلي فيها تفرق ما بين يعني اللي يشم يعرفك اسكو دير في لي ولا في الفطاير. يعني كي ما ديروش اللافاني وكانك راكم تقليو في الفطاير، اللي يشم ريحه الفطاير. ملي كيديروا لي لافاني تعرف بلي راهم ليبيني تقلاو، تجي ريحه لافاني تخرج كي تعودوا تقليو فيهم. زدت ضفت الكاس الثاني ونمزج المكونات. هنايا راح نستعمل ملعقه فقط. بالنسبه اللي يحب يضاعف المقادير هنا، انا لما نحب نضاعف المقادير نضاعف كل المقادير الا البيض والسكر، ما نضاعفوش. البيض نستعمل بيضه واحده، والسكر ما نضاعفش. انا بالنسبه لي نكتفي ب3 ملاعق كبيره تاع سكر. واللي يحب الحلاوه يقدر يضاعف ولا يعني يدير 4-5 ملاعق كبيره سكر، يعني كل واحد على حسب درجه الحلاوه اللي يحبها. انايا الكاس راح نضيف الكاس الثالث، ضفت تقريبا النصف تاعو ونخلط. كما قلت لكم لازمكم تروحوا مع الفرينه غير بشويه. انا هنايا دات لي 3 كيسان وشويه تاع الفرينه، ما كامليش 3 كيسان ونص، 3 كيسان وشويه تاع الفرينه. وانتوما راح تختلف معكم على حسب اختلاف في الفرينه، على حسب درجه الامتصاص تاع الفرينه وحجم الحبه تاع البيض. على هذه كنقول لكم دائما روحوا مع الفرينه غير بشويه. هنايا الكاس الثالث كملته كامل، مازال شويه في الصفه، يعني بصح نكملهم من بعد ونبقى نخلط. القوام تاع العجينه اللي تحصلوا عليه لازم تكون عجينه تلاصق في اليد، ما نشفوهاش. وكي تستيو العجينه تستيوها باليد اللي ما خدمتوش به، ماشي باليد اللي راكم تخدموا به، باش يعني تعرفوا القوام الصحيح تاع العجينه. اليد اللي خدمتوا به راح يخدعكم في القوام، راح تحسوها بلي مازال تلاصق وتبقاو تضيفوا في الفرينه. مي كي تستيو باليد النظيفه تحسوا القوام الصحيح تاع العجينه نتاعكم. هنا انا كما قلت لكم الكاس الثالث نكملو ونزيد نبقى نضيف نرش بشويه ونخلط حتى نوصلوا القوام يتلاصق نفس المبدا تاع لي دونات اللي كنت شاركت الوصفه معكم على القناه. وصفه ناجحه ثاني وفيها نصائح باش تنجح معكم، باش ينجحوا معكم. اذا حبيتوا تفرجوها رجعوا للقناه راح تلقاوها في القناه. هنايا درت تقريبا هنا نص كاس، مي ما راحش نحطو كامل، بقى نرش كيما قلت لكم ونخلط. شوفوا هنا انا بالنسبه ليا هنايا راح نوصل القوام المطلوب اللي حباته. شوفوا
انا راح نهبط العجينه هذيك الزايده من يدي. انا دي فوا نهبط العجينه، نقي يدي مليح من العجينه ومن بعد نروح نغسلو ونعاود نرجع للعجينه. ودي فوا نو، دي فوا نبقى نخدم هكذا ندلك فيها وحد هذاك. شوفوا هنا كي ندازتيها باليد اللي ما خدمتش بها هنايا راني وصلت للقوام المطلوب. هذا هو القوام المطلوب، يعني ما تنشفوهاش اكثر من هكذا. نهبطوا على سطح العامل، نديروا له رشه خفيفه باش يعني ما تلصقناش في سطح العامل، ونبقاو ندلكوا فيها حوالي يعني اقصى حد 5 دقائق، يعني ماكسيموم 5 دقائق. شوفوا هنايا كيفاه تبان لكم يتلاصق بزاف. من نتوما درك كي توليو دلكوا فيها هذا الالتصاق كامل راح ينقص، راح ما يبقاش، راح تبقى حاجه خفيفه يعني ما تبقاش تعذبكم. شوفوا نبقى ندلك، وهذاك الشيء اللي لاصق في يدي مره على مره نحيه من يدي وحده يولي يطير من يدي كي نعود ندلك فيها هكذا، يتنحى وحده هكا بالطريقه هذه حتى يتنحى كامل. كيما قلت لكم انا دي فوا نغي يدي مليح ومن بعد نغسلو ونعاود نرجع للعجينه ندلكها. ودي فوا بالطريقه هذه ثاني ندلك وهو يتنحى وحده من يدي حتى يروح كامل يعاود يرجع للعجينه. هذاك العجين اللي كان في يدي كامل يعاود يرجع للعجينه. كيما قلت لكم ندلكها بالطريقه هذه حوالي يعني اقصى حد يعني 5 دقائق ما تفوتوهاش. شوفوا مره على مره نقي يدي حتى يولي يدي كامل ما فيه حتى عجينه. ها شوفوا كيفاه ولات ما بقاتش تلاصق كما كانت في الاول، مي كولون يعني فيها نوع من الالتصاق. هذا هو القوام اللي نحبوه في العجينه، ويجيكم ناجحه ما ويجيكم ليبيني هشاش وفارغين من الداخل. لو كانت نشفوها راح يجيوكم معجنين. هنايا الاناء هذاك دهنته بشويه تاع الزيت ونزيد ندهن السطح تاع العجينه ونغطيها ونخليها تختمر ويتضاعف الحجم نتاعها بالطريقه هذه. نتمنى اذا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بالجام والبارطاج، وخاصه الجام. يعني كاين بزاف اللي يتفرجوا الوصفه مي بصح ما ينساو ما يديروش الجام ولا يخرجوا ما يديروش الجام. ما تنساوش الا كان مازلتوا تتفرجوا ما تنساوش تهبطوا ديروا لي هذاك الجام وبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب والاصدقاء اللي تعهم الفائده واللي اول مره يشوف القناه. وقولوا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس على الكل لتصلك كل الفيديوهات الجديده اللي نحطها على القناه. وما ننساش ايضا نرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا معنا، نقول لهم دمتم متابعين اوفياء للقناه. هنايا شوفوا العجينه بعد ما اختمرت خرجت منها الهواء ونقسمها على 2. انا نفضل اني نقسمها على 2 واللي الا كان ضعفتوا الكميه قسموها على 3 ولا حتى على 4. علاه؟ لانه كي ندروك نبدا نحل فيها. شوفوا نكورهم بالطريقه هذه. وحده درك نردها للاناء ونغطيها ونخليها ترتاح، وهذه الثانيه نغطيها بالمنديل تاع المطبخ نخليها يعني ترتاح حوالي 5 دقائق ماشي اكثر، ونعاود نرجع ليها. علاه؟ باش من بعد كي نولي نحل فيها ماشي هي انا نحل فيها وهي تعاود تتكمش لي وترجع لي وتعذبني، لانه العجينه ماشي مرتاحه. نعرفوا بلي الفرينه كي تعود ماشي كيما السميد. الفرينه كي تعود الفرينه ماشي مرتاحه انت تحل وهي تعاود ترجع، انت تحل وهي تعاود ترجع. مي كي تخليها تعطيها الوقت تريح تعطي لك الطعم تتحل معك بكل سهوله. شوفوا هنا نبدا نحل فيها بالطريقه هذه، ونكون رشيت سطح العامل برشه خفيفه تاع الفرينه يعني باش ما تلصقناش سطح العامل، ومره على مره نقلبها نقلبها. مهمه هذه. شوف نحل ونقلب. علاه نحل ونقلبها؟ علاه؟ باش من بعد كي نولي نطبعها الحبات نتاعنا ما يتغيرش الشكل نتاعهم. هادو من لي زاستيوس اللي يعني باش الحبات تاع لي بيني تاعكم يجوكم كامل مدورين وما يتبدلش الشكل تاعهم بالطريقه هذه. والسمك هنايا ما ديروهاش خشينه بزاف وما ترققوهاش بزاف، يعني حوالي نص سنتيم ولا حتى ما كاملش نصف سنتيم، 1 سنتيم. انا هنايا نبدا نطبع فيها بالطريقه هذه. وقبل ما نبداو نطبعوا فيها لازمكم تاكدوا انها ما لصقت لكمش على سطح العامل العجينه. هذا ثاني مهم باش من بعد كي تعودوا تطبعوا فيها هكذا العجينه ما تتكمش، الحبات ما يتكمشوش معاكم. لو كانت تعود لاصقه العجينه راح الحبات يعاودوا يتكمشوا معاكم. السمر نطبعها هكذا كامل ونحاولوا ما نخليوش فراغات بين الحبه والحبه باش ما تروحناش العجينه في ليشيت ونضلوا نعاودوا فيها.
هادو لي شيت راح نلمهم ندلكهم شويه، نديرهم كره ونخليهم يرتاحوا. علاه قلت لكم انا ما نقسم الحبه، نقسم العجينه الى النصف باش من بعد هادو لي شيت نعطيهم الوقت يرتاحوا لي، ونروح نخدم العجينه الاخرى، القسم الثاني تاع العجينه اللي هو مرتاح، وهادو لي شيت يرتاحوا. من بعد نخرج لي شيت تاع العجينه الثانيه نخليهم هما يرتاحوا، ونجيب لي شيت الاولين نزيد نخدم بهم. وهنا هكذا داله بداله حتى نخلص، هكذا ما نضيعش الوقت نقعد نستنى حتى ترتاح لي العجينه وانا ويضيع لي الوقت. هكذا نخلص ليه هادو الحبات تاعنا. الحبات تاعنا كنت الصينيه درت لها منديل تاع مطبخ اكيد نضيف، ونرش خفيفه تاع فرينه، ونبدا نستف فيهم في هذيك. شوفوا هنايا نوري لكم السمك تاع العجينه كيفاه لازمكم ديروها. لو كان ديروها خشينه بزاف راح تجيكم فيها اللبابه لداخل بزاف، ولو كان ديروها رقيقه بزاف ما تجيكمش من الحبه منفوخه، ما تلقاش كيفاه تنفخ معكم. يعني كما نقولوها ما ديروهاش خشينه وما ديروهاش رقيقه بزاف. نجيو للقليان. هنا الزيت اول حاجه لازم تكون غازيه، كما الزيت تاع البطاطا، كما نقليو زيت تاع البطاطا، والنار تكون متوسطه، يعني ما تكونش قويه بزاف وما تكونش قويه بزاف يتحرقوا لكم ويجوا معجنين داخل ما يطيبوش، ولا تدلوها بزاف يشربوا لكم الزيت. هنا كي نحطوا الحبات اول حاجه نبقاو ندوروا فيهم هكذا في الزيت حتى ينتفخوا معنا. يعني ماشي اول ما نحطوا لي بيني تاعنا في الزيت نبداو نرميو عليهم في الزيت، لا نبقاو نلعبوا بهم هكذا ندوروا فيهم في الزيت. كي ينتفخوا وحدهم ما راح ينتفخوا نوليو نرميو، كي نرميو عليهم زيت راح يزيدوا يطلعوا في الفوليم. لو كان ترميو مباشره عليهم الزيت كيما بعدا تحطوهم تبداو ترميو عليهم، ما راح تعطيوهم الجهد، تعطيهم فرصه باش يطلعوا كما يلزم. راح دير عليهم هذيك القشره الفوقانيه تيبس، راح تخليوهم يطلعوا كما لازم. هكذا نقلبوهم بالطريقه هذه يتقلاو ويتحمرون وياخذوا اللون الذهبي على الجهتين، ونكملوا بنفس الطريقه حتى نكمل الحبات نتاعي كامل هكذا بنفس الطريقه، ويجيوكم من الحبه الاولى حتى الحبه الاخرى يجيوكم منفوخين. كاين تاني السر، اهم حاجه باش ينجحوا معاكم اللي بيني ويتنفخوا لكم، انكم انا كي نخلص نطبع العجينه تاعي نخلصها كامل نبدا مباشره نقلي فيها. باش حتى مثلا نخدمهم في الحال بارد نبدا مباشره نقلي فيها. ما لازمكمش اللي بيني تخليوهم يطلعوا بزاف، والا ما راحينش يتنفخوا لكم ما يجوش كي البالون هكذا، راح يجوكم كي المطلوعات. كان تخليهم حتى يختمروا. لازمكم كيما تبدا تخدم فيهم الخفيره. انا بمجرد ما نخلص الطبيعه تاعهم نبدا نقلي في الحبات الاولين اللي خدمتهم، نبدا من الحبات الاولين اللي خدمتهم كي يكون ديجا بدات الخميره تخدم فيهم. بالطريقه هذه اللي بين ينتفخوا معك من الحبه الاولى حتى الحبه الاخيره. نتمنى اني يعني ذكرت لكم جميع النصائح، ما نكونش نسيت حتى حاجه في الفيديو هذا، باش يعني اللي بيني ينجحوا معاكم. نضمن لكم كي تتابعوا هادو النصائح اي وصفه تاع اليبينيه راح تنجح معاكم. نعرفوا انه اليوتيوب معمر بالوصفات تاع اليبينيه على كل زي، ولكن السر في النجاح تاعهم هو النصائح هادو، كيف اي وصفه تقدر تنجح معك. شوفوا هنايا الكميه نحطهم يقطروا هنايا في كسكات، ولا كان عندك بابي ابسورفونت تفرشوا دوا الاول وديروا. انا ما كانش عندي درتو طول في الكسكات وما راح يشربوا لكم الزيت يعني. شوفوا كيف جاو بالكل منتفخين وعطاتني كميه ما شاء الله. شوفوا كيف من الحبه كما قلت لكم، من الحبه نضمن لكم من الحبه الاولى حتى الحبه الاخرى. هنا انا مازالوا هما دافين باش يشبط فيهم السكر، نرمضهم في السكر العادي، وبهذاك عود الشواء نعمل لهم ثقب ونعمرهم بهذا بالمعجون بالطريقه هذه. انا عندي هذا القمع هذا، وتقدروا تستعملوا لاسيورينغ تكون طبعا اكيد نظيفه، تجيكم ثاني الطريقه عمليه وتسهل لكم الخدمه. وانا هنايا ما راحش نرمضهم كامل في السكر ونعمرهم كامل لانهم ما راحش يتكلوا كامل. حندير الكميه اللي تتكلي النهار هذاك، وباقي الكميه نحطها في الفريجيدار، نديرها في كيس بلاستيكي نحطها في الكونجيلاتور، ومن بعد نولي نجبد قسمه ناكلو نهار هذاك مثلا. نسخن الفرن، نحطها تديكونجلا في الفرن مباشره وهو سخون.
وكانك طيبتها النهار هذاك، ومن بعد تكون هي سخونه كي ترمضها في السكر يلصق فيها السكر، وكانك درتها النهار هذاك، ونعمرها باي حاجه حبيتها. شوفوا انا كنفتح معكم حبه كيفاه فارغه لداخل، فارغه وهشوشه خفيفه، يعني كي توليو تاكلوا منها ما تتشبعش. نتمنى يعني الوصفه تكون عجبتكم، وما تنساوش الجام، ما تنساوش الجام. اكدوا لي على هذاك الجام اللي مازالت ما دارتش الجام تنزل دير لي جام. شوفوا هنايا الحبه كيف انا هنايا عمرتها بالمعجون، وما نحبش نعمرها بزاف